السلام عليكم ورحمة الله. عايزة ألقي الضوء النهاردة على حاجة مهمة قوي من خلال يعني حالات كتير شفتها من الناس اللي عندهم بعض الأمراض المستعصية، زي الكانسر وبعض الأمراض الصعبة. يعني ربنا يعافينا جميعا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. وده من خلال كذا حالة، والموضوع اتكرر. اللي هو يعني مثلا تكون الحالة بتاخد الكيماوي أو بتتعرض للجلسات اللي الدكتور كاتبها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يهديها كده من حيث لا تحتسب، بعمرة أو يعني زيارة بيته. فلقيت كذا حد من الحالات اللي شفتها بقوا ما بيسافروش لسبب انه في جلسة، اللي هي جلسة الكيماوي. انا عارفة انه من الاخذ بالاسباب بالذات في المرض، وده ديننا بيأمرنا ان احنا ناخد بالاسباب، ان انا اروح للجلسات واتابع مع دكتور واخد يعني الدواء، سواء بقى كان كيماوي او اشعاع او يعني زي ما مكتوب، بالذات للناس اللي عندها امراض سرطانية. ولكن في حاجة مهمة قوي انا استشفتها، او دي تعتبر الهامات ربنا سبحانه وتعالى بيوريهاني، لانه انا لقيت الناس اللي ضيعت على نفسها العمرة وراحوا جلسة الكيماوي، في الاخر هي توفت او هو توفى بعد الجلسة بحاجات بسيطة. ده خلاني ابص للامور بطريقة تانية خالص. تعالوا نفصص مع بعض كده ونقول هو احنا بناخد بالاسباب ليه، وايه اللي بيخلي الشخص المريض، ربنا يا رب يشفي جميع امراض المسلمين، ان هو يروح للجلسة. طب ما هو انا رايح للجلسة علشان فيها الشفاء، صح؟ يعني ايه اللي بيخلي اي مريض يتابع الجلسات مع الدكتور؟ كلنا بنعتقد انه الدواء اللي الدكتور بيقول عليه بأمر الله بيشفي، فهي او هو بيروح للجلسة وعنده احساس قوي انه هو كده بياخد بالاسباب علشان يشفى. طيب، لو احنا فكرنا في الامر ده وبصينا على النقيض، لو انا دلوقتي ميعاد الجلسة يعني هأجله شوية، او مش هاخد حتى الجلسات اللي هي الاشعاع دي او الجلسات الكيماوي، قصادها ربنا كرمني بعمرة. طيب، ما انا لما بروح للجلسة انا بروح للسبب، لكن انا لو رحت العمرة انا كده، او رايح ازور بيت الله الحرام، انا كده رايح لرب السبب. فهو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجعل اي دواء انت بتاخده بيشفي المرض اللي عندك بإذنه. فانت رايح لصاحب السبب تقول له يا رب انا عندي كذا وكذا، وبإذنك يا رب اشفيني بأمرك بقوتك. طب تعالوا نشوف بقى ايه اللي في العمرة مختلف عن الجلسات بتاعة الكيماوي او اللي هي جلسات الدواء يعتبر. انت لما تروح هناك انت رايح تزور الله سبحانه وتعالى في بيته، فربنا بيكرم يعني زواره بان دعواتهم جميعا مستجابة. دي اول حاجة، فانت ضمنت ان اي دعوة هتقولها هي اصلا مستجابة. واول ما عينيك بتنظر للكعبة، يعني اول ما تدخل الحرم وعينيك تقع على الكعبة، ليك دعوة مستجابة. فدي اول حاجة. واحنا اصلا بنبقى طول ما بيبقى فيه مثلا حد مريض بنقعد ندعيله بالشفاء. تخيل لما المريض نفسه يدعي الله سبحانه وتعالى في الحرم هناك بالشفاء. الحاجة التانية الخطيرة واللي الناس مش أخدة بالها منها، ودي معجزة من معجزات الله وهتفضل ولا زالت لحد آخر يوم على البشرية، اللي هي مية زمزم أو بئر زمزم. المية مش مية عادية، هي دي مية كلها شفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ماء زمزم لما شربت له. يعني هي لو انا اخدتها بس كده وسميت الله ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وتمنيت الشفاء من جميع الامراض والاسقام اللي في جسمي، سواء خطيرة ولا مش خطيرة، عند ربنا كل واحد، والله العظيم عند الله جميع الامراض واحدة. هو بكن فيكون، بحرفين، كن فيكون، بيأمر المرض فيقف وبيأمر بالشفاء فتشفى. فتخيل لما انت تغتسل بالماء ده وتقعد تشرب منه وتنزل على جسمك منه، وانت اصلا ناوي او يعني داعي قبل ما تشربه انه هو ان شاء الله يشفيك من جميع الامراض. فانت في عندك قوتين ضخمين جدا، قوة الدعاء المستجاب في الحرم، والحاجة التانية هي قوة الشفاء بتاعة بير زمزم، لانه هو اصلا معجزة من معجزات الله.
فانا استغربت من الحالات اللي اتقالت قدامي انه كان عرض عليهم ان هم يطلعوا عمرة، وان هم لا ما قدروش يطلعوا عشان في ميعاد للجلسة بتاعة الكيماوي. فراحوا الجلسة، طبعا هو انا سبت العمرة عشان اروح، لان الجلسة دي مهمة اصلا، رايح عشان الشفاء. وسبحان الله ما حصلش الشفاء اللي هم كانوا عايزينه. وبقوا ليه بقى؟ لانه جلسات الكيماوي يا جماعة والاشعاع، على قد ما هي لو هي بتضرب في المرض وتوقفه، هي بتدمر بقية الجسم. يعني الكيماوي ده عبارة عن سم داخل الجسم اصلا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى، وربنا يعلم بنيتي، اتمنى يطلعوا يعني دواء جديد لاصحاب الكانسر يكون مختلف عن الكيماوي والاشعاع، لان الحاجات دي اصلا بتدمر الخلايا. فهو لو بيضرب الكانسر في مقتل يعني، ويوقفه على انه ينمو او الورم يزيد، هو قصاده بيدمر بقية خلايا الجسم. علشان كده الشعر ما بيستحملش وبيقع، وبيحصل وهن ونضوب في شكل البشرة، تلاقيها بقت شاحبة خالص، وبيحصل ساعات جفاف لبعض العيانين. فما هياش حاجة يعني، ما هياش حاجة رائعة أو جميلة. أنا عارفة إن هم يعني بيبقوا يعني المرضى بيبقوا مضطرين لده. ولكن لو اتعرض عليك انك تزور بيت الله الحرام، انت رايح للقوة العظمى، انت رايح لقوة الله، انت رايح للي هو صاحب الشفاء، صاحب الأسباب كلها. انت رايح لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، انت رايح لرب بحرفين بيجعل الشفاء يجي. ما تقولوش لا اصل الجلسة اولى، اصل انا لو رحت هضيع على نفسي. انت رايح لرب الاسباب، فروح بقلب، ما تضيعش على نفسك الفرصة دي. ولو تقدر بفلوس الجلسات تطلع عمرة، لا اطلع عمرة. يعني كده كده اي انسان بيموت تعددت الاسباب والموت واحد. واصلا الموت يعني حق على كل انسان، انه وقت ما هيجي وقته هيمشي، كلها اقدار. ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء أجل العبد بيؤخذ. ولكن أبقى عامل قبلها عمرة، طب ما مش يمكن ربنا يجعل لي شفاء في العمرة دي؟ او يمكن ربنا سبحانه وتعالى ببركة ان انا زرته واقسمت عليه وانا واقف قدام الكعبة، وقلت له يا رب اقسم عليك ان تشفيني وتشفي مرضى المسلمين، وان انت تستشفى بشفاء مية زمزم، اقوى بكتير من ان انا افضل جلسة الكيماوي او افضل جلسة العلاج على اني اضيع امر زي ده. طبعا هي كلها اقدار بنعيشها، ولكن انا اللي خلاني القيت الضوء لان انا حصل قدامي كذا حالة بالامر ده. فحبيت ان انا يعني اعرف بس ايه الفرق بين ان انا هروح لبيت الله سبحانه وتعالى، وان انا اروح الجلسة اللي الدكتور كاتب عليها. هو في الاخر المرض من عند الله، والشفاء برضو من عند الله، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب.